السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ جايين بقى في فيديو كده نعمل مع بعض القرص الفلاحي الطرية دي. جميلة، تنفعنا في الفطار، تنفعنا لو جوعنا مثلا بالليل كده في العشاء. حاجة يعني كده سهلة وبسيطة كده وسريعة على طول. طبعا احلى من بره واحلى من القرص اللي هي بتبقى جاهزة. وعارفين طبعا كل حاجة دلوقتي بقت غالية، حتى القرص برضو تجيبي واحدة صغيرة بصي يقولك ب3 وب4 وساعات ب5 كمان. طب وليه؟ طب ما احنا نعملها في البيت احسن وانضف. طبعا حاجة طبعا لما بتطلع من ايديك بتبقى انضف بكتير لما بتشتريها من بره. نعمل مع بعض القرص اللي هي الفلاحي. معايا هنا حوالي كيلو من الدقيق. مع كل كيلو من الدقيق عليه كوباية من الزيت، كوباية من السمنة، كوبايتين من اللبن. وهنا معايا ربع كوباية كده من السكر وكيسين من الخميرة. عايزة تعملي نص كيلو هتبقى نص الكمية، عايزة تعملي اكتر طبعا هتزودي الكمية. كل دقيق زي ما قلنا مع بعض ان هو بيختلف عن الدقيق التاني، في دقيق بيشرب سوائل، في دقيق ما بيشربش. فتعالوا يلا مع بعض نشوف الطريقة. تعالوا مع بعض كده نشغل الخميرة بتاعتنا. هنزل هنا بكيسين الخميرة، هفتحهم وارجع لكم تاني. نشغل الخميرة بتاعتنا، فتحنا الكيس، هنزل كده بكيسين الخميرة. طبعا اللبن ده معايا دافي، مش ساقع، دافي عشان الجو طبعا دلوقتي ساقع، فالتخمير هياخد معانا وقت، مستحسن ان هو يبقى دافي يعني. نزود باللبن بتاعنا كوبايه، ربع كوبايه كده من السكر، نقلبهم مع بعض. الحركه دي بتبينلك بقى ان الخميره بتاعتك ناجحه او مش ناجحه. هغطيها بقى كده واحطها اسيبها على جنب. نجيب بقى الدقيق بتاعنا، هنزل عليه كده برشه من الملح، هنزل كده برشه من الملح، رشه بسيطه يعني مش كتير. نقلبها كده، هنزل بقى كوبايه من الزيت، اقلبه كده مع بعض. دي كوبايه كده من السمنه هنزل بيها وارجع لكم تاني. حابه بقى تحطي الشمر وينسون عادي، انا هحط كده يعني حوالي كده معلقه كده من الشمر، معلقه من اليانسون، نص معلقه يعني الكبيره دي. نقلبهم. طبعا الشمر واليانسون دول بيدوها ريحه جميله كده غير الطعم كمان، بس ان انتي بتاكلي فعلا قرص فلاحي. هنزل بقى بالسمنه. طبعا الجو ساقعه فالاحسن ان احنا نسيب السمنه بتاعتنا بره، تبقى ان هي طريه يعني متبقاش اللي هي ايه ماسكه قوي. بتاعتنا ايه شايفين عينيت معانا ازاي كده، يبين لنا ان هي خميره ناجحه، الخميره بتاعتنا ناجحه جدا. نفضيها بقى، نفضي واحده واحده بس لحد ما نشوف الدقيق بتاعنا هياخد قد ايه. بسم الله، صلي بينا كده على النبي عشان كل حاجه تطلع معانا حلوه. نقلب ولو احتاجت نحط برده كتير. زي ما قلت لكم اللبن بتاعنا دافي. طبعا هنعجنها بايدينا، ان المعلقه مش هتعجنها طبعا اساسا.
افضي بقيه الكميه واشوف هتحتاجها كده ولا ايه. دقيق بيشرب سوائل، وفي زي ما بيشربش حسب نوع الدقيق اللي انت جايباه. طبعا اللبن بيدي طعم جميل للقرص الفلاحي بتاعتنا. كده هي لسه ما نمتش معانا، يعني محتاجه اللبن تاني. هي هتاخد كل كميه حوالي كده اللي هي كوبايتين اللي هو من اللبن. كده بقى لازم تتعجن بالايد، المعلقه مش هتنجز معانا خالص. كده اهو هعجنها بقى بايديا لحد ما تلم معايا، تبقى عجينه طريه. هي شبيهه شويه للقراقيش، بس دي بتبقى طريه شويه. القراقيش طبعا بتبقى فيها سنه نشفان شويه. كده هي خدت كوبايتين من اللبن اهو. لازم طبعا تتعجن شويه حلوين. هعجنها بقى وهرجع لكم اقول لكم بقى ازاي هو ده السمك اللي احنا عايزينه من العجينه. يعني لو احتاج السوائل تاني طبعا هقول لكم. كده طبعا هي محتاجه كمان شويه من اللبن اهو، حوالي كده معلقتين كده ولا حاجه من اللبن. وهي كده خدت معانا كوبايتين وحوالي 3 معالق كده من اللبن، عشان لسه اللي هي ملمتش معانا كويس فحطينا لها شويه من اللبن. متقلقيش ان هي عامله كده مع العجن هتلم معاكي. هعجنها بقى وارجع لكم تاني. اهي شكلها عامل ازاي. طبعا ما تتضايقيش تقولي لا دي محتاجه دقيق تاني، دي ملزقه قوي. لا ما تحطيش دقيق تاني، هي مع العجن هتلم معاكي فما تقلقيش. اهي انا ما حطيتلهاش دقيق تاني، قعدت اعجنها شويه حلوين. بصوا اهي طبعا هي محتاجه تعجن تاني. اللي هي بصي لسه شكلها عامل ازاي، محتاجه ان هي تعجن كمان شويه حلوين كده. هعجنها بقى شويه كده حلوين وارجع لكم تاني. اهو كده عجنتها لحد ما بقت اهي عجينه مش بتشقق كده معانا اهي. شايفين ملمسها طري جدا. هسيبها تخمر بقى حوالي كده ساعه وارجع لكم تاني اقول لكم هنعمل ايه. كده اهي بعد ما العجينه بتاعتنا خمرت اهي ما شاء الله. طبعا نحطها في مكان دافي عشان زي ما قلنا احنا الجو ساقع اهي. خمرت معانا اهي بصوا اهي شايفين ما شاء الله. نجمعها بقى كده مع بعض، نعملها بقى ايه دوريات كده على حسب ما حجم القرصه اللي انت عايزاها. كده اهو بعد ما كورتها معانا طلعت معايا حوالي 25 قرصه. 25 قرصه الكيلو طلع لنا حوالي 25 قرصه. طبعا هنبططها كده اهو على الصينيه كده اهو حجم بقى القرصه اللي انت عايزاها. وطبعا هنسيبها تخمر تاني حوالي نص ساعه. هعملها وارجع لكم تاني. اهي حجم القرصه بتاعتنا اهي كده بقى زي ما قلت لكم. هسيبها بقى تخمر تاني معايا حوالي كده نص ساعه عشان تترفع معايا كده وتبقى حلوه، ونحطها بقى في الفرن وارجع لكم تاني. كده اهي بعد ما سبتها ترتاح معايا كده حوالي نص ساعه تخمر كده شويه تعلم معانا، هنسويهم بقى كده ونوريكم بقى الشكل النهائي هيبقى عامل ازاي. حابه بقى تحشيها عجوه لو عندك احشيها، يعني موجود ملبن اي حاجه يعني حابه تحشيها احشيها تبقى حلوه برضو. كده هي القرص بتاعتنا ما شاء الله بعد ما طلعت شايفين شكلها جميل ازاي. استوت معانا اهي. اقطع واحده معاكم اهي من جوه اهي. بس مستويه ازاي قطنيه ازاي هشه جدا اهي. اهي طريه جدا وجميله ما شاء الله. جربوا الطريقه هتعجبكم جدا. عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك الجميل بتاعكم. مع السلامه.